في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه جالي اسئله كتير عليها، وهي السلم المروحه. السلم اللي قدامي ده انا كنت نزلت له فيديو طريقه الموديلنج بتاعته على الريفت، وكنت منزل له شوب درونج قبل كده. السلم ده فيه سبيشال كيس كده ممكن نتكلم فيها. طيب انا لو عندي سلم عادي هيكون ده شكل الاسقاط، ان انا اسقطت الخطوط كلها بتاعه الرايزر، ولكن انا هنا عندي درجه مروحه، تمام؟ فانا محتاج ان انا اسقطها. اعتبر ان العرض ده من هنا، من النقطه دي او من الخط ده لحد فين؟ لحد هنا. دي بتتوقف على مكان القطع اللي انا قاطع فيه. يعني انا لو قاطع هنا فانا هسقطها من هنا بالظبط بالشكل ده، يعني من النقطه دي، من نقطه تقاطع السكشن مع السلم. لو انا غيرت مكان السكشن في اي وقت هلاقي ان العرض ده بيتغير معايا. وبعدين انا عايز اجيب الميل بتاع السلم او الشاحط بتاع السلم، فبوصل مثلا النقطه دي بالنقطه دي وابدا اخد منها اوفست بسمك السلم. هيجي عندي ان انا عندي الجزء اللي فوق ده، السكنس اللي بيبقى تحتها بيبقى ارتفاع الدرجه وسمك السلم. انا كده نزلت الدرجه، وبعدين هنزل السكنس بتاعي وهقفل دي مع دي. انا عندي في الاخر برضو عندي هنا كاميرا كانت سمكها 60. انا عشان اتاكد دايما ان انا شغلي صح، المفروض في اي حته في السلم السكنس عندي ما يقلش عن 20 او عن السكنس بتاع السلم. طيب لو انا غيرت مكان السكشن ده هلاقي ان عرض الدرجه دي بيتغير معايا. طول ما انا ماشي بحرك السكشن ده لتحت او لفوق الدرجه هتتغير معايا. دي كده اول قلبه. ممكن بقى نبتدي نخش في تاني قلبه. برضو هفترض ان انا واخد السكشن في النص بتاع القلبه، وهبتدي اسقط بنفس السيكون، ولكن هلاقي بقى في مشكلتين هيبتدوا يظهروا. اولا انا مش هينفع ان انا اقفل ده مع ده بشكل افقي، لان انا المفروض عندي بناء على اللي انا حددته في القلبه دي، انا عندي العرض ده كله المفروض ان السكنس بتاعه هو السكنس اللي انا محدده هنا، اللي هو ارتفاع الدرجه زائد سكنس السلم. وفي اي مكان انا ما ينفعش عندي السكنس يقل عن سكنس السلم، فهنا هلاقي ان هو 20. تمام، خصوصا في الاماكن بتاعه الاختناق دي اللي محتاج ان انا اشيك عليها واتاكد منها. انا كده خلصت القطاع ده، هروح على اخر قطاع. القلبه دي فيها شويه افكار برضو. طبعا دي اللي هي الدرجه الكدابه، وهنا انا وصلت لمنسوب الدور اللي انا محتاج ان انا اوصل له. انا من الدرجه دي نزلت سكنس السلم، والدرجه دي اللي هي بتاعه المروحه احنا اتفقنا ان انا هنزل ارتفاع الدرجه وبعدين هنزل سكنس السلم. تمام، وهبتدي اقفل بقى الشاحط مع الدرجه دي. القطاع ده او الشكل ده مش صح 100%. ليه؟ خلينا نشوفها في ال 3 دي هتبقى اوضح بكتير. القطاع اللي احنا بنتكلم عليه هنا او الشكل ده هو بالظبط نفس الفكره دي. هلاقي ان السكنس بتاعي مظبوط، مفيش مشكله. يعني حتى لو شيكت في الكاد المشكله هتظهر معايا لو حبيت ان اخد سيكشن بالشكل ده ومديته لجوه شويه. بص السكنس هيبقى عامل ازاي. السكنس هيبقى هنا تقريبا بزيرو. الجزء ده بيحصل فيه اختناق في الحديد، وده مش صح. يعني انا لو رجعت تاني السكشن مكانه هلاقي ان السكنس مظبوط، السكنس قدام مظبوط. طول ما انا بمشي كده السكنس عمال يقل، وفي نفس الوقت برضو درجه المروحه العرض بتاعها بيتغير. يعني انا في الاول هنا هبقى شايفها كامله، طول ما انا ماشي درجه المروحه عماله تتغير لحد ما هتوصل في الجزء بتاع لفه السلم وهتبقى بزيرو. عرض درجه المروحه بزيرو، وبالتالي السكنس بتاع السلم هيوصل ان هو يبقى بزيرو او هيبقى فيه اختناق في الحته دي. بيكون حلها ايه؟ حلها ان انا اعمل ركبه هنا، فبالتالي مش هيحصل لي الخنقه دي. يعني انما لما انزل هنا بركبه تلحم مع ده مش هيحصل لي المشكله دي، مفيش اي خنقه هتحصل هنا. انا هنا الشاحط ده قفلته مع الدرجه اللي تحت، فبالتالي السكنس هنا حصل هنا خنقه، هنا لا. يعني ده انا محتاج من هنا كده، من الجزء ده هنزل كده وهقفل ده مع ده وهمشي. الركبه بتبقى سكنس السلم، الجزء ده كده العرض بتاعه هو سكنس السلم. برضو لو انا فتحت الريفت وبصيت عليها ده الشكل الاولاني اللي هيحصل فيه الخنقه اللي انا اتكلمت فيه. لو بصيت هنا على الحديد هلاقي ان زي ما انا قلت في الاول ان الجزء ده اصلا مش لاحم مع الجزء ده. الحاجه التانية ان لو بصيت هنا هلاقي ان الحديد ده اصلا طالع في الهواء، في سيخين معديين في الهواء باينين. يعني انا عندي دي درجه ودي درجه، السيخ ده طالع من الدرجه اللي تحت طالع للدرجه اللي فوق في الهواء. لما انا بقى عملت الركبه اللي انا اتكلمت فيها هلاقي ان الحديد هنا ده لحم مع ده، وهلاقي ان الاسياخ بتاعتي كلها مفيش حاجه فيها طلعت في الهواء.